بكم فيديو جديد على قناتنا كرة على قهوة. عندنا كام نقطة النهاردة نتكلم فيها فيما يخص المدرب الجديد للنادي الأهلي ودور كابتن سيد عبد الحفيظ وهو كابتن وليد صلاح الدين في اختيار المدرب الجديد. استعدادات الأهلي لقمة يوم الاثنين إن شاء الله 29/9/2025. قصة برونو لاج وتعثر مفاوضاته مع النادي الأهلي. نبدأ من النقطة الأخيرة. برونو لاج المفروض إن النادي الأهلي النهارده كان منتظر منه رد على العرض الأخير اللي الأهلي بعته له. هو طبعا الأهلي كان عارض عليه 3.5 مليون دولار في السنة، وهو علّى النادي الأهلي عايز 4 وأكتر من 4 كمان. فالنادي الأهلي توصل في الآخر حاجة ل3.6، 3.6 مليون. فكان النادي الاهلي مستني النهارده الرد من المدرب البرتغالي، فهو ما ردش عليه. فبنسبه 90% كده المفاوضات تعثرت. فالاهلي طبعا في بدايل، الاهلي حاطط بدايل، بس قبل ما نتكلم عن البدايل بس كويس، عايزين نقول كويس ان المفاوضات تعثرت مع المدرب ده. ليه؟ لان في تقارير كتير طالعه من صحف البرازيل اللي المدرب ده عنده سمات ممكن ما تناسبش النادي الاهلي في الفترة اللي أو ما يلبيش طموحات النادي الأهلي. طبعا النادي الأهلي كان حاطط معايير للمدرب الجديد اللي هو يبقى عارف القارة الأفريقية يقدر يتعامل معاها. طبعا ده ما توافقش مع المدرب الجديد. بالنسبة للحتة التدريبية بقى، كل الصحف والتقارير كانت بتقول اللي هو المدرب شخصيته ضعيفة شوية، غير محب خالص للنجوم، بيحب يعتمد على الشباب. طب هل الاهلي بيعتمد دلوقتي في الفتره دي عنده شباب يقدر يعتمد عليها، يقدر يكون فريق جديد، يقدر يعمل فريق للمستقبل بالشباب اللي موجوده عنده؟ اعتقد النقطه دي مش موجوده دلوقتي. كمان هو آه المسيره التدريبيه بتاعته مش سيئه ومش واو. خلال مسيرته مع الانديه اللي دربها ما بيكمّلش سَنة كاملة. ما بيك يعني بالكتير أوي بيكمّل موسم. سَنة 12 شهر كده لأ، ما بيكمّلهمش. قعد مع بنفيكا آخر فترة كان ليه، كان من شهر 9 2024 لغاية شهر 9 اللي إحنا فيه ده 2025. جابوا بعد كده جوزيه مورينيو. نرجع قبليها برضه الفترة اللي قبليها قعد مع بوتافوجو، قعد 3 شهور قبليها، قبليها كمان قعد مع وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي. ما كمّلش سَنة برضه. فهو ما بيستمرش كتير مع أي فريق بيدربه. النقطة المهمة اللي هو ما يعرفش يحتوي النجوم، بمعنى اللي هو ممكن مثلا اللي هو يلاعب شاب مثلا على نجم مثلا ولا حاجة، على سبيل المثال مثلا ولا حاجة، لو لعب حد مكان تريزيجيه أو زيزو أو بن شرقي مثلا ولا حاجة، يجيب شاب ويلعبه. يجي مثلا نجم يتكلم، لا هو تصادمي اللي هو يغيب الكرة الدفاعية أغلب الأحيان وكل معظم الماتشات قدام الفرق اللي كان بيلعب فيها. معدل التهديف بتاع الفرق اللي لعب فيها ضعيف شويه. فده ما يناسبش النادي الاهلي. النادي الاهلي بيخش بطولات كتير، بيبقى المطلوب منه اللي هو يستحوذ على الكوره، بيبقى مطلوب منه اللي هو يسجل اكبر عدد من الاهداف سواء بره او جوه في افريقيا حتى كمان. فده اللي بيميز النادي الاهلي الكره الهجوميه. فباي شكل من الاشكال هو لا يتناسب مع النادي الاهلي. ده من وجهه نظري الشخصيه. هل الاهلي هيسكت على كده؟ لا خالص. لا، النادي الاهلي شغال، والملف دلوقتي في لجنه التخطيط، وطبعا كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه ويعفو عنه يا رب بيشرف على الموضوع ده، ومن تحتيه كابتن وليد صلاح الدين وكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هو بالفعل هو بدأ معاه عمله. مش لسه هيستنى الانتخابات، لا هو خلاص شغال دلوقتي. بيقعد مع لجنه التخطيط في اجتماعات، بيقعد معاهم. كان اخر اجتماع قعد مع كابتن وليد وكابتن الكباتن بتوع لجنة التخطيط، وخدوا رأيه، وهو ليه رأي هو كابتن وليد صلاح الدين متفقين على رأي واحد اللي هم عايزين يا فايلر يا جوزيه جوميز. لو جوزيه جوميز عرف يخلص نفسه من النادي الاتفاق السعودي او النادي اللي في السعوديه بالظبط، آه، وبقى متاح مجانا ليه، خلاص الاهلي هيتفاوض معاه وشبه هيخلص معاه. وفايلر عنده مشكله مع النادي الامريكي اللي هو شغال، اللي هو بيدربه هناك. ففايلر برضو نفس القصة، ممكن يكون متاح إلى حد ما، الدنيا تبقى سهلة معاه شوية. الأهلي لو دخل في خط مفاوضات معاه، وده بيميل ليه كابتن أكتر، أكتر كابتن سيد عبد الحفيظ. فملف المدرب الجديد إن شاء الله
بعد ماتش كهرباء الاسماعيليه اللي هو بعد مباراه الزمالك، كهرباء الاسماعيليه، النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله هيعلن عن التعاقد مع المدرب الجديد، ويا رب يكون، يعني انا كرأيي الشخصي انا اميل جدا لفايلر. فايلر مدرب كبير، شخصيه قويه، عنده تكتيك عالي قوي، بيقدر يطور اداء اللعيبه. شفنا نتائجه مع النادي الاهلي في السنه اللي قعدها، شفنا الشكل الهجومي للنادي الاهلي، شفنا معدل الاهداف اللي يعني كابتن رمضان صبحي كان ساعتها موجود، كان هداف الفرقه معاه كابتن حسين الشحات، كان عنده غزاره هدفيه، كابتن محمد مجدي قفشه كان عنده غزاره، يعني غزاره في صناعه الالعاب، كان كل اللعيبه منسجمه معاه، زائد خط الدفاع كان كويس جدا اللي هو يلعبنا دلوقتي. بس ان شاء الله باذن الله لو الاهلي تعاقد مع فايلر يبقى مكسب كتير. النقطه الثانيه بقى اللي تخص كابتن امام عاشور، كابتن وليد صلاح الدين متولي الملف ده، وقال مفيش اي حاجه تخص تجديد امام عاشور غير بعد ماتش الاهلي والزمالك وبعد كهرباء، يعني فتره التوقف اللي جايه بتاعت المنتخب. فكابتن سيد عبد الحفيظ برضو داخل في النقطه دي، بما ان هو يعني نائب المشرف العام على الكره بالنادي الاهلي تحت كابتن محمود الخطيب. فامام عاشور ان شاء الله باذن الله هيمدد عقده، هو مش هيجدد، هو عقده لسه موجود فيه سنتين، اكتر من سنتين ثلاثه كمان، فهو هيمدد عقده مع النادي الاهلي لغايه 5 سنين. ف والنادي الاهلي هيرضيه ترضيه كويسه، يعني نظرا للي هو قدمه السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها. يعني ما ينفعش يبقى مثلا انا جايب نجوم كبيره بمبلغ عالي، يعني مرتبهم مبلغ عالي شويه، وانا النجم اللي كان معايا السنه اللي فاتت كان شايل الفرقه، كان شايل الفرقه السنه اللي فاتت، عامل معايا اداء قوي جدا وشايل الفرقه، فما ينفعش اللي هو يعني ياخد اقل من الناس اللي موجوده اللي جايه جديده عليا. فالنادي الاهلي منه لنفسه هو اللي اتحرك بالخطوه دي، اللي هو يمدد عقد كابتن امام عاشور لغايه 5 سنين، وهيتراضى ترضيه كويسه جدا. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما قلنا، ومع كابتن وليد صلاح الدين، الملف ده كله معاهم، بس بعد ماتش القمه وبعد ماتش كهرباء الاسماعيليه في فتره التوقف. كمان بقى فيما يخص قمه الاهلي والزمالك يوم الاثنين 29/9 ان شاء الله، واستعدادات الاهلي للقمه دي. طبعا الاهلي داخل المباراه دي بعد الفوز على حرس الحدود في مباراه، يعني طبعا الاهلي كان شكله اسوأ حاجه، كانت اللعيبه مش في مستواها، كان حصل مش مشكله، كان حصل موقف كده مش ظريف من ياسر ابراهيم، اتشاف قدام الكاميرات كلها. فالمفروض اصلا يعني كابتن ياسر ابراهيم ما يصدرش منه هذا التصرف، يعني اللي بينم عن الغيره والنفسنة اللعيبه على بعض، يعني نفسنة اللعيبه على بعض يعني. فالكلام اللي كان بيتقال اللي فيه مشكله في اوضه اللبس والكلام ده كله، لا كنا بنصدق، ما كناش بنصدقه، كنا بنكذبه، يعني ما يعني اللعيبه من نفسنا من بعض، اللعيبه غيرانه على اللي ده بياخد فلوس اكتر، ده بيعمل اعلانات اكتر، مش عارف ايه. لا بالموقف ده كل حاجه اثبتت ان هو فعلا في نفسنا، في مشاكل، في غيره. ايه المشكله لما زميلي ياخد جائزه احسن لاعب في المباراه؟ انت عشان جبت جون مثلا؟ لا هو جايب جون بالصدفه، الكوره جايه في العارضه وخبطت فيك ودخلت عادي يعني. مروان كان احسن منك، مروان مش يعني اول نص ساعه في الماتش كان كويس، بس يعني مش سيء قوي، بس انت عادي يا ياسر الجون الاول منك. انت عشان عملت لقطه مثلا، عملت تاكلينج، عملت مش عارف ايه، عملت ضغطه، بس عندك اخطاء كتير، وماتش حرس الحدود ده بالذات كان في اخطاء دفاعيه كتيره جدا، وانت واحد من فرد من افراد الدفاع، فعندنا مشكله دفاعيه دخل فينا جونين، يبقى انت سبب من الاسباب دي. فانت ازاي عايز تاخد رجل المباراه، وازاي تنافس اصلا على يعني لعيب معاك وصاحبك وزميلك في الفرقه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه طبعا كابتن زيزو نزل التدريبات امبارح والنهارده، وهيكمل ان شاء الله في التدريبات الجماعيه، وفي خلاف بين الجهاز الفني والجهاز الطبي، يعني ممكن مستقرين على نقطه معينه، اللي هو لا ده ينفع، لا ما ينفع، بس هم عايزين اللي هو زيزو يبقى جاهز بنسبه 100%، وعشان يقدر يبدا الماتش او يقعد احتياطي مثلا، بس هو بنسبه 90% هيخش قائمه ال 18. وان شاء الله باذن الله بن رمضان جاهز، كل الفرقه جاهز، جراديشار جاهز، احمد عبد القادر جاهز، عايزين نرجع الفورمه اللي كان عليها قبل ما يمشي.
بعد القمه ان شاء الله باذن الله، وماتش كهرباء الاسماعيليه برضه مع امام عاشور. احمد عبد القادر هيجدد عقده مع النادي الاهلي. احمد عبد القادر هيجدد، غير زيزو، غير امام عاشور هيمدد. احمد عبد القادر هيجدد مع النادي الاهلي، وهو عايز النادي الاهلي وعايز يكمل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي شريك. النادي الاهلي عايز يرجعه للتالق من جديد. والجهاز الفني هيساعده ان شاء الله، وهو لازم يساعد نفسه، ولازم هيطور من نفسه اكتر من كده ويرجع لفورمته. وطبعا هو بقاله فتره كبيره بعيد عن الملاعب، ويعني بعيد عن النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يكون جاهز في اليوم ده، وكابتن عماد النحاس يعني يبدا لنا بتشكيل كويس، يكتشف التشكيل، يبدا بالشكل المنطقي اللي الاهلي ممكن يعني يقدر يستحوذ بيه على نص الملعب، يقدر يعالج بيه الاخطاء الدفاعيه. آه ما فيش مانع خالص ان انت تغير خطه عشان تعالج الاخطاء بتاعتك الدفاعيه بالذات اللي ظهرت في حرس الحدود والماتشات اللي قبليها. يعني احنا على مدار الماتشات اللي فاتت كلها لازم كل ماتش يخش فينا جون. ما ينفعش النادي الاهلي كده كل ماتش جون واتنين يخش فينا. وماتش مودرن سبورت باي شكل من الاشكال ما ينفعش يخش فينا كل ماتش جون. ده كان يعني اللي كان يجيب جول في النادي الاهلي ده كان يخش التاريخ. فعلى كابتن عماد النحاس اللي هو يغير التشكيله، يلعب بشكل منطقي. انا من وجهه نظري مثلا يلعب ب 3 4 3، بثلاث مدافعين، أربعة في نص الملعب، وثلاث مهاجمين، جناحين ومهاجم، عشان تقدر تعالج. على سبيل المثال كابتن محمد الشناوي في حراسة المرمى، ياسين مرعي ترجع لحتة الليبرو دي. يلعب كابتن ياسين مرعي في نص، يعني بين الاثنين مدافعين، وياسر ابراهيم على يمينه، العش على شماله، محمد هاني باك يمين، تريزيجيه شمال، عفوا، تريزيجيه شمال، ومروان عطيه وديانج في قلب نص الملعب، وقدامهم بن شرقي على الشمال، وطاهر محمد طاهر على اليمين، وجراديشار مهاجم. بلاش شريف انت، انا معلش انا اسف كلمه لشريف، انت مش واقف على رجليك. انت الكرة مش عارف تستلمها. سيبك من حته اللي هو قدام الجول مش عارف تجيبه، انت اصلا مش عارف تستلم الكوره، انت بتقع ان انت بتستلم الكوره، انا اسف يعني معلش. انت بتقع وانت بتستلم الكوره. انت مش جاهز، انت ما فيش لياقه خالص، انت ما جيتش النادي الاهلي يعتبر لغايه دلوقتي. عندنا مثلا 8 ماتشات، انت ما جيتش النادي الاهلي خالص. مع احترامي لكابتن شريف، جراديشار لازم ياخد فرصة واثنين وثلاثة وأكتر من كده، ياخد وقت كامل. برضه عنده أخطاء كتير، لازم يبقى جراديشار اللي احنا عرفناه في أول تلات أربع ماتشات أول ما جه النادي الأهلي. وإن شاء الله بإذن الله القمة دي تلبي طموحات الجماهير كلها، سواء أهلي أو زمالك، وتطلع قمة نظيفة بروح رياضية عالية، بعيد عن المشاكل والمشحنات والتوترات. وطبعا نتمنى الفوز للنادي الاهلي، وباذن الله النادي الاهلي يكسب 2-1 باذن الله، ده توقعي الشخصي. وكل سنه وانتم طيبين، ده عيد الكره المصريه، قمه الاهلي والزمالك، ده قمه يعني قمه يعني افضل قمه في افريقيا والوطن العربي كله، شاء من شاء وابى من ابى. ومع احترام، ولا تقول لي مثلا قمه الدربي السعودي ولا اي حاجه، هو النادي الاهلي قمه الكره العربيه والافريقيه كلها. وان شاء الله تطلع قمه نظيفه وبعيد عن اي مشاكل باذن الله.